طب يا شباب مرن عضلة البايسبس، العضلة ذات الرأسين، اللونج هيد والشورت هيد. هنفرتك عضلة الدراع بمعنى الكلمة. اتأكد انك عامل سبسكرايب في القناة ومفعل زر التنبيهات على الكل، ويلا بينا. التمرين معايا الأول هو تمرين بالبار الزجزاج. همسك قبضة البار بالشكل ده كده في مستوى كتفي، وابدأ اطلع وانزل بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. الكوع يكون ثابت يا جماعة، ما يتمرجحش معايا، يعني كوعي يفضل ثابت في جنبي، قبضة ايدي في مستوى كتفي بالشكل ده. هبدا اطلع وانزل بالراحه يا جماعه، لازم استفاد بالعده السلبيه. يعني ممكن اخطف البار لفوق في ثانيه وانزل في 3 ثواني، لازم استفاد بالعده السلبيه عشان هتفرق معايا جدا في التمرين ده. هتمرن التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه من 10 ل 12 عده لحد الفشل العضلي. يعني ايه فشل عضلي؟ لو هتمرن 10 عدات اجي العده ال 11 ما اقدرش ارفع الوزن اكتر من كده. هندخل بقى للتمرين الثاني، هو تمرين كويس جدا وقوي جدا لعزل عضله البايسبس. التمرين ده بيركز لي 80% على عضلة الشورت هيد أو على الرأس الداخلية للبايسبس. التمرين ده قوي جدا زي ما قلت. هركب على الحصان بالشكل ده كده سواء بالجهاز أو بالبار، وهاخد الوزن معايا وابدأ أنزل بالراحة، أتحكم في الوزن وأنا نازل، ما أخليش الوزن هو اللي ينزل مني. هتمرن التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعة 10 ل 12 عدة زي ما قلت. أما بقى التمرين التالت ده تمرين استخدام الكابل كروس. هروح على الكابل بالشكل ده كده، كوع يا جماعه يبقى في مستوى كتفي، ما يبقاش لقدام او ما يبقاش لورا، لازم احافظ على مفصل الكتف عشان ما يتصابش مني. وهتمرن التمرين بالشكل ده كده بالظبط. التمرين ده هعمله 4 مجموعات برضو من 10 ل 15 عده حتى الفشل العضلي. واخر تمرين معايا هو تمرين التبادل بالدمبل. هعمله بالشكل ده كده، هطلع بالوزن هامر وبعد كده اقلب الدمبل فوق. التمرين ده قوي جدا لعضله البايسبس خصوصا اللونج هيد، وكمان هيشغل معايا عضلة الساعد بشكل رهيب جدا. التمرين ده هعمله 4 مجموعات، كل مجموعة من 10 ل 15 عدة. لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تعمل اشتراك حالا في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة في وقتها. كده خلصنا تمرين البايسبس، هندخل على تمارين الترايسبس. عضلة ذات 3 رؤوس، الرأس الطويلة والرأس القصيرة والرأس الجانبية. هنفرتك عضلة التراي. لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حلقة جديدة في وقتها، ويلا بينا نبدأ. التمرين الأول معايا هو تمرين باستخدام المسطرة. هروح على الكابل كروس وهعمله بالشكل ده كده، هثبت كوعي لقدام بدرجة 90 كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ أطلع أنزل بالراحة أعصر عضلة التراي. التمرين ده بيشغل لي أو بيركز لي على عضلة التراي، العضلة الطويلة بحوالي 70 أو 80%. هعمل التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعة من 12 ل 15 عدة. أحاول أكرر في تمرين البايسبس عشان أقدر أستفاد بقدر الإمكان في العدات، يعني ما أعملش 7 8 عدات، لا أعمل عدات أكتر. طب التمرين التاني هو تمرين الطعن، اللانجز. هعمله بالشكل ده كده، أروح على أي دكة، أهم حاجة يكون ظهري مفرود وكوعي يخرج عن ظهري بزاوية حاجة بسيطة يعني، وأبدأ أثبت الكوع طبعا وأبدأ أتمرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وأحاول أثبت بالعدة السلبية، أنزل وأطلع بالراحة. التمرين ده هعمله 4 مجموعات، كل مجموعة من 10 ل 12 عدة. التمرين ده بيركز لي على عضلة التراي الجانبية، بتبقى شكلها بارزة، بتبقى جميلة جدا. تالت تمرين معايا هو تمرين باستخدام الدمبل، اسمه الدمبل فرنساوي. هعمله بالشكل ده كده، اجيب الدمبل اخليه ورا ظهري بالشكل ده، كوعي يبقى لقدام ويبقى ثابت، ما حركوش برضو عشان ما اتصابش. اي تمرين يا جماعة فيه بتشغل فيه مفصل الكتف لازم يبقى الكتف بتاعي يبقى ثابت عشان ما يتصابش فيه. هعمل التمرين ده من 12 15 عدة برضو، اعمله 4 مجموعات. التمرين ده بيشغل لي العضلة الطويلة والعضلة القصيرة، بيزود لي كمان التحميل على عضلة التراي القصيرة. التمرين الرابع والتمرين الأخير هاجي باستخدام الإعدادي وأبدأ أتمرن بيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هبدأ أعصر لتحت التراي، أهم حاجة كوعي يبقى ثابت، وأبدأ أعصر التراي سيبس لتحت. التمرين ده بيشغل لي العضلة القصيرة وبيشغل لي العضلة الجانبية بشكل رهيب جدا.